جزء كمان من الهاك ستيب اللي هي البيوت او مباني عمارات صغيره بس هي عامله مجتمع كده ذات طابع خاص. دول كانوا العاملين في مصنع 81 حربي لشركه هليوبلس للصناعات الكيماويه، دول اللي متسكنين هناك بس معهمش عقود ايجار، يعني دول كانوا موظفين اللي بيشتغلوا في المصنع واهاليهم، والشقق دي توارثت من جيل لجيل بس ما عندهمش عقود ايجار، هم مش عارفين صفاتهم ايه، فبرضه هم دول قاعدين محتارين وخايفين ومش عارفين هيتم ازالتهم ولا هيتم تطوير المنطقه بتاعتهم. المنطقه فيها كذا مدرسه، فيها جامع، فيها قاعه احتفالات، مؤخرا ابتدت فضى شويه مدارس ومعاهد والطلبه يتجدسوا في مدارس اخرى، فبرضه واللي بيتقال لهم عشان احنا هنطور المباني دي بس مش شايفين تطوير، فما فيش وضوح، ما فيش صراحه، ما فيش مصارحه للاهالي. صارحوا الاهالي، خليهم جزء من الحل. لو التطوير يعني ضروري وفي فعلا منفعه عامه حقيقيه، نتكلم مع الناس نقنعهم بيها ونديهم تعويض عادل قصاد كل الاستثمار اللي هم استثمروه من عمرهم وحياتهم وفلوسهم في المنطقه. لو التطوير ممكن يبقى الناس جزء منه، يعني انا بطور وبعمل مشروع مثلا منفعه عامه بس الناس يبقوا جزء منه، يبقى دي المنطقه الخدميه للمشروع ده، ليه لا؟ ما هو اي مشروع محتاج منطقه خدميه ليه، فخلي دايما يا ريت يعني امثل تطوير ممكن يحصل ان انت تخلي اهل المنطقه هم جزء منه، هم اللي هيعملوا الخدمات للمشروع، يستفادوا ويبقوا هم اللي ساندينك وفي ظهرك واكتر ناس بتدافع عن المشروع، بدل ما يبقى على طول مواجهات. مؤخرا كان في كذا مواجهه من الاهالي للدوله لما كانوا بيحاولوا ان هم يدخلوا المنطقه. طب احنا في غنى عن كل ده يا جماعه، اتكلموا مع الناس، فهموهم، خليهم هم بيساعدونا في التطوير لمصلحه الجميع، لمصلحه جميع الاطراف.